صباح الخير. اهلا يا نديم، بقالي كتير مش بشوفك. معلش انا اسف والله غصب عني. انا اسف يعني لو بزعج حضرتك. لا ابدا، ثواني واجيب لك الايجار. ده ايجار ايه بس؟ انا كنت جاي اكلم حضرتك في موضوع كده. هم 10 دقايق بس، مش هطول عليك يعني. اتفضل. شكرا. يا حبيبتي، كلموا آية، عايزين يقابلوا عبد الرحمن تقريبا عشان موضوع الإيجار. يا أختي خلصنا من الراجل طلع لنا ابنه. اقفلي دلوقتي. الله، يعني جاي بدر النهارده؟ ما انا قصدي اللي اسمه نديم ده جه. لا ما جاش. هو انت مالك شاغله نفسك بالموضوع ده كده ليه؟ انا مش شاغله نفسي ولا حاجه، انا بس عايزه ابقى موجوده. انا داخله اخد شاور، لو جه بخبطي عليا. بص يا نديم، مجرد الكلام في الموضوع ده انا رافضه. اخر مره تيجي تتكلمني كده، وبعدين احنا اللي بينا عقود وقانون. وال10 جنيه بتاعتك دي لو ما خدتهاش انا هروح ادفعها لك في المحكمه. وبحذرك من اي تصرف ما يعجبنيش، انا مش قليل. ياه، كل ده عشان بطالب بحقي؟ يعني انت يا دكتور ضميرك مرتاح وانت بتدفع 10 جنيه في شقه زي دي؟ الكلام ده تروح تقوله لجدك الله يرحمه، هو اللي حدد السعر، وضميري مرتاح قوي وانا بدفع لك الفلوس. وبعدين يا ريت تتفضل دلوقتي عشان عندي عياده. طب بعد اذنك بس ممكن تسمعني؟ والد حضرتك اخد الشقه دي من 50 سنه، يعني كان الزمن غير الزمن والظروف غير الظروف. دلوقتي انا ظروفي وحشه. انا ممكن اساعد حضرتك ان احنا نبيع الشقه، والرقم اللي حضرتك عايزه انا ممكن ادفعه. والله واسكن فين انا وعيلتي ساعتها؟ انت فاكر ان انا عندي فلوس في البنك وكده؟ يا ابني اللي جاي على قد الرايح. انا عندي مصاريف الجامعه تقطم الوسط، وانا لسه هجوز واجهز واجيب شقه لابني. وبعدين تعالى هنا، العماره دي اتبنت في الخمسينات، ايام ما كان طن الاسمنت اقل من 8 جنيه. يعني انتوا استرديتوا ثمنها وزياده، بتطالبني ليه بزياده دلوقتي؟ بقول لك ايه، روح شوف لك شغلانه كده وبطل شغل الشحاته، واياك تيجي وتزعجني تاني. شحاته؟ كتر خيرك يا دكتور. بعد اذنك بقى 10 جنيه. انت مالكيش دعوه، تتدخليش في الموضوع ده، بعدين ممكن ما يجيش. دقيقتين وهتلاقيه بيخبط، ولو سمحت يا بابا بقى تسيب لي الموضوع ده. اهو باين انه جه. استنوا انا اللي هفتح الباب، ادخلوا انتوا جوه. مساء الخير. مساء الخير يا ابني، اهلا وسهلا، اتفضل. شكرا. اتفضل يا ابني، اتفضل. اتفضل اقعد يا ابني. عرفت انك عايزني، خير؟ بصراحه كنت عايز اتكلم حضرتك في موضوع اتكلمت فيه مع كل سكان العماره. موضوع ايه؟ الحقيقه ما عنديش فكره. هو يعني شقه حضرتك اللي انت قاعد فيها دلوقتي دي بتتأجر في المنطقة هنا دلوقتي من 4 ل 5000 جنيه في الشهر، وأنا باخد فيها 10 جنيه، وده طبعا ما يجيش نص تمن علبة سجاير مستورد. في الحقيقة أنا شايف إن ده يعني مش عدل، خصوصا يعني إن حضرتك عارف ظروفي وظروف البلد. اسمع يا ابني، وفر على نفسك الكلام ده. اولا اوعى تكون فاكر تحت القبه شيخ او تغرك المظاهر. صحيح انا بلبس كويس انا واسرتي وعايشين كويس، بس مستورين. يعني الدخل اللي بيجي لنا يا دوب بيكمل معانا الشهر بالعافيه. مش المفروض اقول لك الموضوع ده طبعا، بس في النهايه اللي بيني وبينك العقد يا أستاذ عبد الرحمن، والله العظيم حفظت الجملة دي من قبل ما أجي هنا، بس أنا كان نفسي يعني تديني فرصة أشرح لك ظروفي وتسمع العرض اللي أنا. اسمع يا جدع انت، احنا مش عايزين نسمع عروض.
احنا هنا مش الشؤون الاجتماعيه. آية من فضلك ادخلي جوه. ثانيه واحده يا بابا. اسمع يا اخ انت، اقسم بالله انت ما تعرفني ولا تعرف انا ممكن اعمل معاك ايه. لو فتحت موضوع البيت او ايجاره ده تاني يبقى فتحت على نفسك ابواب جهنم ومش هتتقفل ابدا. خلاص يا آية خلاص. ثانيه واحده يا بابا، على فكره انا محاميه وعارفه موقفنا القانوني كويس جدا، والدوله ربطت العقود دي بدرجه القرابه الاولى، يعني اخرك انا وبعد كده بشبع بالشقه، واحنا كمان بندفع الصيانه. عايز ايه تاني؟ خلاص حضرتك خلصت كلامك؟ ايوه، ومش ناوي اسمع حاجه تاني، ولو سمحت بره دلوقتي. بعد اذنك يا استاذ عبد الرحمن، ال10 جنيه بتاعت الايجار. انا اسف يعني ان انا ازعجتكم، بس والله كان كل املي بس ان انتوا تسمعوا العرض اللي انا جاي اقدمه. اتفضل يا ابني، انا مجهز لك الايجار ال10 جنيه اهي. ويا ريت يا ابني مفيش داعي ندخل في المشاكل مع بعض، ارجوك. دلوقتي اتفضل، مع السلامه.